السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الفل، صباح الورد، أيًا كان أنت بتشوفني الصبح والّا بالليل، أحلى يوم عليك، ربنا يا رب يجعل حياتك كلها بركة ورزق وخير. النهارده الحمد لله والشكر لله تمينا أول أسبوعين من دورتنا على خير الحمد لله والشكر لله، زي ما إحنا شايفين مع بعض بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. البط بتاعنا أحجامه ما شاء الله حاجة محترمة، تمام. الكتاكيت بتاعتنا برضه الرزي فارس الديوك حاجة ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. آآ الحمد لله الدورة ماشية معانا بخير، الحمد لله إحنا اللي هو ما فيش نافق، الحمد لله الحاجة زي ما أنت شايف حيوية ونشاط بسم الله ما شاء الله، تمام. طبعًا هُم قاعدين كده إيه يعني بيدعكوا في نفسهم وبتاع، عشان خاطر أنا إيه ساعات كده باحب أعمل البط كده جو كده إن هو ينزل في المَيّة شوية يبلبط له كده إيه حبة، فأنت عارف طبعًا البط لمّا بيبلبط بيبقى إيه يطلع كده يقعد ينشف نفسه وينضف نفسه وبتاع. طيب في معلومة يا محمود عايز تقدمها لنا؟ طبعًا في معلومة عايز أقدمها لك، كده الناس اللي متابعاني عارفة إن أنا مش باعمل فيديوهات كده بهدف الفيديوهات وخلاص، إحنا كل فيديو بيبقى بمعلومة بنصيحة بهدف. طيب إيه يا عم المعلومة اللي أنت النهارده عايز تقدمها لنا؟ المعلومة اللي أنا عايز أقولها لك، ناس كتير عمالة تتكلم اليومين دول قصة الأسعار ويا ترى الدنيا هترفع والّا مش هترفع، هتفضل زي ما هي، طب نسكن طب ما نسكنش طب نعمل إيه طب نسوي إيه، القصص دي كلها. وكذا حد باعت لي على الواتساب ايه رايك اسكن ولا ما اسكنش؟ طب اسكن فراخ بيضه طب فراخ بلدي طب ساسو طب بط طب نعمل ايه الكلام ده كله؟ طيب بص يا باشا، انا هقول على نصيحه صغيره كده حطها على ودنك في حياتك كلها، بعيدا بقى عن قصه التربيه وغيره. امبارح ده عدى فما تفكرش فيه، ما تشغلش بالك بيه عشان تقعد تحرق على الفاضي. بكره ده لسه في علم الغيب، الله اعلم يا ترى انا هعيشه ولا مش هعيشه، ولو هعيشه ازاي؟ خلاص كده فده برضه في علم الغيب. انا اسف يعني امبارح ده خلاص راح وانتهى عشان هو في علم الغيب، انا اسف. فامبارح ده راح وانتهى وبكره ده في علم الغيب. امال ايه اللي بين ايديا؟ اللي بين ايديا النهارده، مش بس النهارده ممكن ما تعملش النهارده، امال ايه اللي بين ايديا؟ اللحظه اللي انا فيها. طيب اعمل ايه بقى في اللحظه اللي انا فيها دي؟ اللحظه اللي انا فيها دي كل اللي مطلوب مني ان انا اجتهد، اسعى، تمام كده، اعمل كل ما هو في وسعي. النتائج ايه؟ هكسب والله هخسر، الدنيا اللي هتجني فيها دي حاجه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، ولكن حط يعني قاعده رسخها في قلبك قبل دماغك وخليك على يقين بيها، ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل. هتيجي تقول لي يا عم انا عملت كل اللي عليا والدنيا كانت زي الفل وتمام التمام وكنت مسكن الكتكوت غالي وجيت ابيع سعر البورصه كان في الارض. ده من وجهه نظرك انت شايف ان انت خسرت، انت ممكن تكون فعليا خسرت، بس ما تعرفش بكره ربنا سبحانه وتعالى شايل لك فيه ايه. يمكن ربنا سبحانه وتعالى فادك بحاجه ثانيه، يمكن انت جات لك حاله ياس فقلت انا مش مربي تاني او مش داخل كمان كام دوره لحد ما الدنيا تتظبط، وتبقى الفتره اللي هي بعدها دي فتره امراض وفيروسات والدنيا تخرب فيها، واللي هو انت لو كنت كملت كانت الدنيا خربت معاك اكتر ما هي حصل معاك قبلها. فانت ما تعرفش الخير فين، ما تعرفش النصيب فين. انا ايه اللي مطلوب مني؟ مطلوب مني ان انا اظبط حاجتي صح، اوفر لها احتياجاتها بوجه عام كويسه، اتقي ربنا في الحاجه اللي انا بربيها دي عشان في الاخر الناس هتاكل منها، فانا اربيها للناس زي كأن انا بالظبط هاكل منها واكتر كمان. بس النتائج بقى دي بتاعت مين؟ بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، وتخليك على يقين ان ربنا سبحانه وتعالى يعوضك مهما حصل. اوعى تفتكر ان اي حاجه بتحصل معاك الظاهر بتاعها ان هو سيء ان هي تبقى هي كده هو دي المساوئ، لا. انت لو انت راجل النهارده مسلم وبتقرا كل اسبوع سوره الكهف، شوف انت العبد الصالح اللي سيدنا موسى يعني ربنا سبحانه وتعالى خلاه يلتقي بيه، كان كل الشواهد بتقول ان شر، ولكن الحقيقه كان في باطنها كل الخير. فخليك على يقين ان ربنا سبحانه وتعالى ما بيرضاش لعباده غير الخير وما بيسلمهمش غير الخير. المشكله بس فينا احنا كبشر، احنا اللي دايما بنتوهم ان احنا في ظلم وفي قهر وفي خساره وفي حاجات كتير قوي كده، ولكن في الحقيقه ان ربنا سبحانه وتعالى كاتب لنا كل الخير، ولكن انت ارضى بما قد قسمه الله لك.